السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا. معلش طبعا انا بتأخر عليكم الايام دي، بس غصب عني والله. المهم ان انا بقدر اتواصل معاكم على قد ما بقدر. النهارده بقى صحيت من النوم، قلت اعمل لهم اكل ايه. كان عندي يعني وراك مخلية. قلت اعملها لهم ايه، احشيها لهم. احنا مش بنحب نحشي رز، احنا بنحب نحشي ايه، فريك. فطبعا ايه، انا الوراك دي جبتها وغسلتها طبعا كويس جدا بالدقيق والملح وكده، وسبتها تتصفى. وبعد كده قلت اتبلها، لازم قبل ما اعمل اي حاجه فيها اتبلها بملح وفلفل بس واركنها. يعني بعد ما غسلتها واتصفت، تبلتها بملح وفلفل زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم زي الفل يعني. وحطيت شويه جنزبيل طبعا وانا بغسلها، وكانت ما فيهاش اي ريحه ولا اي حاجه يعني، ما شاء الله. وايه، دي انت بتقولي بتاع الفراخ يخليها لك، بس الصراحه المره دي ما كانش خليها حلو، فما كانتش عجباني خالص. وكمان كان حجمها صغير. بعد ما تبلتها بالملح والفلفل وركنتها، هجيب معلقه سمنه كده كويسه، وهنزل عليها ايه، بالفريك بتاعي اللي انا منقياه وغسلاه. وكنت نقعاه شويه مش كتير، انا مش بحب انقعه كتير عشان ما يعجنش مني. وايه، وهنزل على بالفريك على السمنه بتاعتي. بعد ما نزلت بالفريك على السمنه، هبتدي بقى ان انا اقلبه كله رايح جاي. ليه؟ علشان انا عايزه الفريك يشرب السمنه كلها بتاعتي، يبقى كله ايه، متغلف بالسمنه. وهنزل عليه ايه، بشويه ملح وشويه فلفل، اكتر من كده مفيش. تمام تمام. بعد كده، بعد ما اعمل كده طبعا قلبته شويه، فضلت اقلبه واسيبه شويه يتشوح على النار. اوعي ينشف منك، خليه على النار هاديه. بعد كده ايه، بعد ما شرب السمنه وقلبته وتمام التمام اتشوح، هنزل عليه بكوبايه ميه. كوبايه ميه واحده مش اكتر. ليه؟ عشان عايزاه نص سوا، لانه هو هيكمل سوا في الشوربه، علشان ما يبقاش معجن منك، يبقى مفلفل كده وحلو. تمام. بصوا كده كان خلص معايا الفريك بتاعي زي ما انتم شايفين، نص سوا. هسيبه بقى يبرد، وبعد ما يبرد ايه، هبتدي احشي فيه الفراخ. تمام. كده بقى ايه، الفريك بتاعي كان برد. هبتدي بقى اجيب الوراك بتاعتي. طبعا ايه، بتحشي اول حاجه الدبوس. زي ما انتم شايفين بتفضلي تحشيه كده. لو انت مش بتعرفي تحشي الوراك، إيه، اعمليه بنفس الطريقه دي، هتبقى معاكي مظبوطه. عايزه اقولك المره دي الخلي بتاعها ما كانش عاجبني. مره تانية هجيبها وهي مخليه كويس، وهوريكي ازاي. هو الفرارجي بيبقى سايبها لك سهله ان انت تحشيها يعني. بس صراحه المره دي انا كنت مغيره، فما كانتش عاملها لي كويسه خالص. لكن انا مش بغيره خالص، بس هي المره دي جت معايا كده. تمام. رحت جيت ايه، بصوا بتحشي الدبوس الاول وتقفلي بالخله. تاخدي الحته اللي وراها تحشيها وتقفلي بالخله. تمام. وتفضلي كده زي ما انت ماشيه، واحده واحده كل حته بتحشيها تقفليها بالخله. ولازم تقفليها كويس جدا علشان ما يفكش منك. حطي خله بالزياده زي ما انتم شايفين. بصوا. وكانت صغيره وما كانتش عاجباني كمان، انا بجيبها حجم اكبر من كده. ان شاء الله المره الجايه هوريها لكم هتبقى عامله ازاي. تمام. بصوا بحشي الدبوس اهو زي ما انتم شايفين. ابتدي افضل ادخل كده بايدي في الدبوس، عشان كده بقولك سيبي الفريك يبرد. وبعد كده، بعد ما احشي الدبوس اقفله بالخله بتاعتي. تمام. وبعد كده ايه، افضل احشي كده جزء جزء واقفله بالخله. واحده واحده، ما تتسرعيش. هيطلع معاكي مظبوط، وهيطلع معاكي ان شاء الله ان شاء الله. حتى لو انت اول مره تعمليه وعملتيه بالطريقه دي، مش هيفك منك خالص. بصوا زي ما انتم شايفين، انا بحشي واحده واحده. وايه، وعلى مهلي خالص. عايزه اقول لكم الفرارجي اللي انا بجيب منه اصلا، يعني دايما لما بجيب منه الوراك دي، بيبقى سايب لي كده الجلد، لازم الجلده من بره، علشان تقفلي الجلد على الجلد تعرفي ان انت تقفليها بالخله. لكن المره دي اولا كان جايبها لي صغيره، ثانيا وهو بيخليها، يعني انا جبت من حد تاني يعني، هو بيخليها ما كانش خليها حلو. وحسيت ان هو بهدلها قوي. فاهمين؟ فانتوا لو هتعملوا تجيبوا الوراك دي، جيبوها من عند حد موثوق منه، انتوا بتتابعوا معايا يعني. قولوا عايزين نعمل وراك مخليه. بعد ما عملتها بالخله، انا لفيت عليها خيط. يعني لازم تعملي كده. بعد ما تعمليها بالخله، لفي عليها خيط عشان تضمني ان شاء الله ان شاء الله ان الوراك بتاعتك في الشوربه ما تفكش منك نهائي. بصوا. كنت طبعا مسخنه الميه وحطيت فيها الايه، نزلت بالوراك بتاعتي. وبعد ما نزلت بالفراخ، رحت جايه نازله عليها ببصلايه. بعدين هنزل عليها ايه، بشويه ملح شويه فلفل وورق لوري. عندك حبهان حطي، مفيش مشكله. انا ما كانش موجود عندي حبهان. تمام زي ما انتم شايفين كده. الشوربه بتاعتك بقى العاديه، بس اهم حاجه اقفليه بالخله كويس، اقفليه بالخيط كويس. كده كده بعد ما بيتسلق انت ايه، هتشيلي الخيط منه عادي، مفيش اي حاجه، وتشيلي الخله وتحمريه في الفرن. وبعد كده انا قلت عايزه ايه، بحب الشوربه يعني يبقى فيها شويه طماطم. نزلت ايه بطماطم، ايه، شويه عصير طماطم عليها.
وسبتها بقى مع نفسها على النار. قلت اعمل جنبها ايه؟ عملت جنبها صينيه بطاطس. البصل ده اللي انا مفرزاه عايزه اقول لكم منقذ. يعني لو انتي اصلا بتشتغلي وعملتي كده في اول موسم البصل، هيسهل عليكي جدا جدا جدا. جميل 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 بطريقه ما تتوصفش يا جماعه والله العظيم. بعد كده نزلت عليه بملح وفلفل، وبعد كده نزلت بالبطاطس بتاعتي اللي انا مقطعاها. عايزه اقول لكم حاجه، مجرد ما تحطيها على النار البصل بيفك وبتقلبيها ويبقى زي الفل. مفيش اي حاجه، بالعكس ده اختصار للوقت. نزلت عليها بقى بمعلقه التوم بتاعتي، وهنزل عليها بقى بعصير الطماطم بتاعي. شايفين الطماطم حمرا وجميله ازاي؟ عايزه اقول لكم صينيه البطاطس دي والله والله طلعت زي السكر. تمام. وبعدين هنزل عليها بشوية زيت وشوية ومعلقة سمنة. معلقة سمنة مش كتير، يعني شوية زيت مش كتير ومعلقة سمنة مش كتير. زي ما احنا عارفين احنا بنقلل وبنقتصد عشان خاطر ايه؟ الدنيا تمشي يعني. تمام. ولا فيها اي حاجة. انت لو واقفة عايزة تعملي صينية البطاطس، طلعتي البصل من الفريزر، كمان لو عندك طماطم في الفريزر، يلا بسرعة هتخلصيها. بعد كده جبت حلة فاضية ونزلت فيها بشوية زيت. سبت الزيت يسخن، وبعدين هنزل عليها بايه؟ بشوية من عصير الطماطم بتاعي. مش كتير، احنا بنحب نعمل الملوخية يا جماعة بشوية عصير طماطم. عايزة اقولكم بتطلع معسلة وجميلة، وانا عملتها كذا مرة معاكم. ونزلت عليها بقى نص معلقة ملح او ربع معلقة ملح. وهسيبها بقى ايه؟ تتسبك على النار. يبقى انا كده الفراخ بتاعتي على النار، البطاطس بتاعتي على النار، والملوخيه هي كانت التسبيكه بتاعتها اتسبكت، والفراخ كانت خلصت. هنزل بقى بمغرفتين الشوربه بتوعي. حطي الشوربه بحذر عشان الملوخيه ما تخفش منك. لو تقيله هتعالجيها، لكن لو خفت مش هتعالجيها. نزلت عليها كده بمعلقه التومه النيه بتاعتي، وسبتها تغلي سنه مع الشوربه. الملوخيه دي طبعا انا مفرزاها. عايزه اقول لكم بتطلع خضره وهتشوفوها زي الفل ومسكره وجميله. تطلعيها تلج على طول من التلاجة من الفريزر، تنزلي بيها على طول على الشوربه بتاعتك وشويه السكر بتوعك. عايزه اقول لكم بتبقى ياه، تحفه تحفه جدا. تمام. جبت بقى معلقه سمنه، وهنزل عليها بقيه معلقه التوم بتاعتي اللي هي عاملاها بالكزبره الناشفه اللي انا حطيت منها معلقه في تسبيكه الملوخيه. وهبتدي بقى ان انا ايه؟ اقلل الملوخيه. تمام. بعد ما التومه اخدت معايا لون زي ما انتوا شايفين، هنزل عليها بكام مغرفه من الملوخيه كده. عايزه اقول لكم كانت مسكره وبصوا وخضره وطعمها تحفه جدا جدا جدا. طريقه التفريز هبقى اقولها لكم. كانت جميله وبتوفر معايا وقت. بقى اهم حاجه تطلعها من الفريزر على طول على الشوربه بتاعتك. تمام. الفراخ كانت اتسلقت، حطيت عليها ملح وفلفل، وهحطها في الفرن. قلت اما تتحمر الفراخ هبتدي بقى ان انا ايه؟ اعمل رز بشعريه. جبت السمنه بتاعتي وشويه زيت، وانا ما بحطش معيار للشعريه، انا بعملها بالنظر. وتمام. وبعد كده رحت جايه ايه؟ نزلت بالشعريه بتاعتي. انتي بقى الرز زي ما بتعملي بقى، زي ما انتي عارفه، كوبايتين تلاتة زي ما انتي عارفه مقدار نفسك ايه اعملي. حمرت الشعريه، خدت اللون، نزلت عليها بمقدار الميه كله كده على بعضه ايه، وانا واقفه كل حاجه كده وانا واقفه. عايزه اقول لكم كانت كل حاجه بسرعه واتعملت وزي الفل. يعني انت كمان بتقفي تستغفري كده وانت بتعملي الحاجه، ربنا بيسهل لك الامور. نزلت بالملح، مش بخلي الشعريه تغلي مع الميه، كنت غسلت الرز، نزلت عليها بالرز، وكان اخر كده خلص كله. كان الاكل خلص مع بعض، والاكل كان خلص النهارده وزي الفل. الملوخيه خلصت، والرز بالشعريه خلص، وكمان الفراخ طلعت من الفرن، وحطيت مخلل، وصينيه البطاطس كانت زي العسل. وايه؟ وحمرت الفراخ في الفرن. الفراخ دي كمان، هو لما انت بتخليها بيديكي الحته اللي هي العظمه دي، بيبقى فيها اللحم لما بيخليها. فطبعا بيحطها لك، طبعا مش هترميها، بتسلقيها وبتحمريها، بيبقى فيها برضو لحم بتمصمصيها، بتبقى حلوه جدا جدا. يعني هو بيديكي حتى لما بيخلي بيديكي الحاجات اللي هو خلاها. تمام. انا كده كنت خلصت ايه؟ الاكل بتاعي معاكم زي شايفين. ربنا يديم كل حاجه علينا نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال. اهم حاجه نعمه الستر ونعمه الصحه، مش بالاكل ولا بالشرب زي ما انا قلت لكم. يا رب كده يكون اكل النهارده عجبكم. حبيت اشارككم يومي وتشوفوا النهارده غدانا ايه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. وربنا يحسن ما بين ايديكم.